أخي بلال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلني أشوف يا أخي كيف أصلحك هكذا. أنا والله ما عندي خبرة في هذا يا مشرف، يا مشرف، دور كيف تحطني أنا وبلال كذا في الصورة، أنا وهو فقط في الشاشة. أيوة أيوة، عليك نور. بس حق العصبة سارت يا أخي، ضاعت وسط القصف. منور منور أخي بلال، كيف الحال؟ الحمد لله، نور نوركم. الله يحفظك وينورك. عادك قمت، عادك على الريق. لا لا لا. سمعت المقدمة ديالي، المقدمة الذي قلتها أنا. لا للأسف، أنا كنت أتغدي. قدوا عندكم غداء؟ أيوة. هذه احنا فطرنا يا أخي. شوف كيف الوضع. طيب، كيف تفسر هذه الضربات في صنعاء؟ أريد تحليلك الشخصي. بكل أريحية طبعا. وكأنه الحوثي تمرد نوعا ما عن المخطط المرسوم، فقرر التأديب. تمرد على من؟ على المخطط المرسوم له من قبل النظام الدولي، فتم التأديب. ما هذا المخطط؟ هل هناك مخطط الحوثي ضالع فيه؟ أساسا كل الأدوات الوظيفية في اليمن مرتبطة في المنظومة الدولية، في المرابط. أنا على أساس بس اللي أول مرة يسمع لي الأخ بلال، أنا أشوف النظام الدولي كنظام لديه مرابط يتحكم فيها في العالم. المربط الصفوي إيران، وميليشيات التابعة لهذا المربط. المربط النصيري كان في سوريا وقضي عليه الحمد لله. والمربط الصليبي بقيادة الأنجلو سكسين، أمريكا وأوروبا وحلفائهم. والمربط الصهيوني، دولة الاحتلال. ومربط المنظمات الدولية أو الدول الوظيفية. هذه الخمسة المرابط تعمل بشكل مجتمعي في يد النظام الدولي. لما نتحدث عن الحوثي أو على أي أداة وظيفية في اليمن كالانتقالي أو المجلس الرئاسي، كل أداة وظيفية ترتبط بأحد المرابط. مثلا بدون ما أذكر الأسماء، مثلا المجلس الرئاسي مرتبط بالمربط الوظيفي، منظمات دولية، في الوكيل السعودي أو الوكيل الإماراتي، وبعدها يرتبط في السفير الأمريكي وبقية السفراء الدول الثمان. الحوثي كذلك، من صنع الحوثي وأخرجه من صعدة سلم له الدولة كان السفير الأمريكي برعاية السفارة الأمريكية، يعني معروف. وكان في معهم أدوار محدودة ومرسومة. في لحظة ما قرر النظام الدولي التخلص أو إضعاف قدرة المربط الصفوي والنصيري، وبدأت في ضرب الأجنحة وقصقصة الأجنحة. في يوم اغتيال حسن نصر الله كان مقرر أنه طائرة البي 2 تغتال عبد الملك الحوثي لانتهاء الدور بالشكل الأبرز له في اليمن. القيادة الحوثية وكأنها عرفت أنه دور انتهى وأنه المنديل بيرو ما به، فاتخذت قرار سياسي. أنا لابد أن أوصف المشهد، واللي يقول بلال بيلمع واللي يقول ليش. قرار دعم المقاومة قرار يخدم بقاء الحوثي، لأنه يأخذ الحاضنة الشعبية، يأخذ مقاومة القبائل، يأخذ مقاومة فلسطين تقصد؟ نعم 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 نعم. فهذا الأمر بالنسبة للمنظومة الدولية خط أحمر. من أنت حتى تجي تتخذ قرارات زي كده؟ لكن الحوثي اتخذ هذه القرارات من أجل أنه يضمن بقائه، يبقى في السلطة. هذا التمرد رد فعل وردة فعل أوجد مساحة للحوثي في صراعات المنظومة الرأسمالية ومنظومة بارك. أقصد منظومة بارك روسيا والهند وإيران وحلفائها والصين حلفائها. وأصبح الحوثي من أداة مرتبطة فقط بالمنظومة الرأسمالية إلى أداة مرتبطة أيضا في منظومة بارك. والصواريخ اللي يستخدمها صواريخ صينية وروسية، والأدوات اللي يستخدمها هي ضمن الصراع اللي حصل ما بين روسيا وأمريكا. استطاع الحوثي أنه يشتغل سياسة ويتحول من أداة صغيرة، من أداة في الكهوف، إلى أداة تستطيع أن تشتغل في مساحة زي كده. عبد الملك الحوثي ما قدرتش الأمريكا تغتاله زي ما حسن نصر الله، لأنه طبيعة صعدة معروفة، صعب الوصول
إلى إلى منطقة نائية معروف من يقطنون بالاسم يعني. فهنا الحوثي يا أخي تمرد جابوا بن وخاش لادن، جابوا بن لادن من تضاريس أصعب بكثير. مشيش ادخلنا الآن بتفاصيل. الحوثي الآن عبد الملك الحوثي بيجيبوا لأنه الآن خرج على الخط تماما. لكن السؤال الآن، هل أمريكا تريد القضاء تماما على الحركة الحوثية؟ أنا وجهة نظري لا. هل المنظومة الدولية تريد القضاء على الحركة الحوثية تماما؟ تريد إضعافه. أنا أتمنى المستمع يركز معي في هذه النقطة، لأن الحوثي مطالب منه في الفترة القادمة بعد ما يكسب الحاضنة الشعبية أن يكون أداة من أدوات النظام الدولي في اقتحام بلاد الله الحرام. يا ساتر يا ساتر. أنا ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لا بد أن أتحدث والعالم الإسلامي بعدين يعي أم لا يعي أمره بيده. في 2017 كتبت منشور في ساسة بوست السعودية ومنع السقوط، وتحدثنا عن ضرورة بناء وعي استراتيجي في العالم الإسلامي، وتحدثنا إنه النظام الدولي هو اللي صنع الأدوات الوظيفية زي الأدوات الشيعية، الحشد الشعبي وحزب الله والحوثيين، من أجل مخطط استراتيجي. الآن اللي يغيب على العالم الإسلامي، يغيب عليك أنا وأنت واليمنيين، إنه نناقش الحوثي والأحداث بإطار تكتيكي اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر. ما بنقدرش نفهم المشهد تماما، لابد أن يكون في معنا أفق استراتيجي. فمن ضمن أهم أدوات الحوثي، أمريكا تريد أنه تحجمه لما يعود إلى صعدة والحدود، على أساس يكون فاعل أنه يستمر في مشروعه القادم. مشروعه القادم قائم على أساس اقتحام بلاد الله الحرام، ميليشيات الحشد من شمال المملكة والحوثي من جنوب المملكة. ولما يتم الاقتحام يعني اقتحام، عفوا، اقتحام الحرمين تقصد؟ نعم، التاريخ يعيد نفسه. اللي ما يقراش تاريخ القرآن لا يريدون السعودية، يريدون الحرمين الشريفين. السعودية هي مجرد أداة وظيفية يعني، وهذه الأداة مهمة محمد بن سلمان قصقصت أجنحة القوة الرئيسية اللي كان صنعها النظام الدولي بثلاث أجنحة رئيسية. الجناح الأول الأسرة المالكة، واشتغل محمد سلمان ما قصر، قصقص. والجناح الثاني اللي هو الخطاب الخشن اللي يمكن المجتمع أن ينتقل بشكل سريع جدا إلى الحالة الجهادية. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحولها إلى هيئة الترفيه. وكذلك سمعة وتأثير منبر الحرم ضرب. حبس القوى السنية والعلماء الصادقين، يعني تتكلم على أكثر من 70,000 عالم داعية محبوسين في سجون السعودية. ونقل المجتمع من حالة الخوشنة والتيار الملتزم إلى حالة المياعة والانفتاح كتوجه حكومي. والنقطة الأخيرة لقوة المملكة كان الإمكان المالي. كل هذه ضربت. محمد بن سلمان استنزف الميزانية حق السعودية بشكل كبير جدا. وتخيل أن السعودية مثلا في لحظة من اللحظات أمريكا بتفعل قانون جاستا، وبتأمر الميليشيات الحوثية تقصف المصادر الرئيسية للتمويل السعودي، أرامكو وغيرها من المصافي. والعلماء محبوسين في السجون الصادقين، والشعب السعودي مشغول مع هيئة الترفيه إلا من رحم الله. والميزانية السعودية اللي كانت ممكن تدعم في بالحركة الإسلامية مستنزفة أو بيد شركات صهيونية متحكمة الآن في البورصة في المملكة. فهذا الأمر ممهد. فإحنا الآن لما نجي نتكلم على الحوثي أو نتكلم على السعودية، نتكلم على بعد استراتيجي ونوصف كل مشهد بشكل دقيق، بس مش بعاطفة تكتيكية. يعني أنا أقدر أجي أقول يا أخ أسعد هذا الحوثي سيء ووحش وكذا وإلى آخره. لكن أمريكا عدونا لما أرادت أن تقضي على الاتحاد السوفيتي تحالفت مع الجهاديين لما يكون في معاها مشروع استراتيجي. مشكلتنا في العالم الإسلامي إنه لا نمتلك مشروع استراتيجي وما نشتغلش بالبعد الاستراتيجي، ونبني تصوراتنا وتحالفاتنا على بعد تكتيكي. فالآن يعني دكتور بلال، هذا الدول الغنية مثل المملكة العربية السعودية، مثل مصر، مثل دول فاعلة، لا يوجد لديهم بعد استراتيجي؟ هذه الدول أساسا محتلة يعني حقيقة. يعني أنت تتكلم على السيسي، ما هو إلا عميل صهيوني.
تكلمت تكلموا الصهاينة من زمان إنه سيأتي يوم نحكم العرب. وفعلا السيسي إذا العقيدة العسكرية حق الجيش المصري اللي تخلي أخوه المسلم في غزة يموت من الجوع هو محاصره في المعبر، إذا هذه العقيدة تمثل عقيدة المسلمين فهذه مشكلة. السيسي أداة وظيفية. السيسي انقلب على الرئيس مرسي. السيسي يعني زرع زراعة، يعني تاريخ السيسي معروف. طائرة من الضباط المصريين تذهب إلى أمريكا، يموت كل من في الطائرة، لكن السيسي ما يطلعش الطائرة. إيش الصدفة الغريبة العجيبة هذه؟ فمعروف إنه اللي سوى الانقلاب على الشهيد الرئيس مرسي اللوبي الصهيوني وحلفائه في المنطقة. والآن السيسي عبارة عن أداة وظيفية، يعني عبارة عن مدير مكتب لنتنياهو. ملك الأردن، ما يسمى ملك الأردن، يعني نجاح باهر في إخضاع التيار الإسلامي تماما، وجعله تيار إسلامي معتدل يناسب ما تريد أمريكا. إسلام معتدل ترضى عنه أمريكا. فهذا المشهد. لحظة على ذكر التيار الإسلامي، أين ذهبت هذه الحركة؟ لا وجود لها اليوم، ويكون كان المعول عليها أن تحذر من هذه، يعني ما تقوله أنت الآن كان المفترض أن يقال في منابر الحركة الإسلامية هذه. أين ذهبت يا أخي؟ كيف تم قصقصتها أو تحجيمها بهذا الشكل؟ أعتقد أنه الحركة الإسلامية تم الشغل عليها، أنه يتم الاختراق المفاصل التنظيمية وتأهيل قيادات إلى أنه تمسك في المفاصل التنظيمية من زمان، وكان لها أهداف. مثلا نتكلم على الحركة الإسلامية في اليمن بين قوسين، مثلا حزب الإصلاح. النظام الدولي يصنع قادة يوصلهم إلى المناصب القيادية في الحركة، ويترك لهم 3 أهداف فقط رئيسية على أساس يعيشوا بسلام والأمور طيبة. الهدف الأول ممنوع الإسلام بشكل شمولي، يعني موضوع الجهاد هذا اسحبوه فكرا وممارسة وسلوكا كل شيء. النقطة الثانية إنك ترفع رأسك على سقف الوكيل اللي احنا تاركينه في المنطقة، ممنوع، اللي هو الوكيل السعودي. فاهم يا دومي يا آنس يا كده، رأسكم ما يرتفعش على الوكيل حقكم السعودي، هذا الوكيل حقكم تمام. جمعوا تطير وكيل من نصب السعودي وكيل على الحركة الإسلامية في اليمن؟ أنا أتكلم الآن. تم زراعة قادة في الحركة الإسلامية كما حصل في الأردن. ذنيبات وصل إنه يكون نائب المرشد العام للإخوان المسلمين هو تبع، وإحنا نتكلم على قادة يعني كانوا تابع الموساد في الحركة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بكله كان في الصف الأول منافقين، فيحدث هذا الأمر. فاللي يقصد إنه تم زراعة قادة في الحركة الإسلامية. أنا لو ذكرت الآن اسم أحد وأحلف فوق المصحف إنه إذا اتبع النظام الدولي ويتحكم بالمشهد والقرار في الحزب الإسلامي ما حب يصدقنا. ليش؟ من هو؟ اذكرها يا بلال. بكفر على طول من عام 2000 احنا والله لا تذكرها، لازم تذكرها خلينا نعرفها. بس يا أسعد، احنا من عام 2006 نقول انه هذا من الشخصيات اللي تتحكم بقرار الحزب مطلوب منه 3 نقاط ما تجاوزهاش فقط. القرار الأول إنه ممنوع النفس الجهادي، والقرار الثاني ممنوع ترفع راسك على سقف الوكيل اللي مفروض عليك اللي هو السعودية. والأمر الثالث وهذا الأمر الخطير إنه ممنوع تفكر بنهضة الدولة بإمكان مجتمعي. لابد أن تنهض بالدولة بمقدرات الدولة، وصل للحكم وبعدين نهض بالدولة. هو ما يخليكش توصل للحكم. فيظل مهمة هذا ومن القادة في الحركة الإسلامية ضبط الرتم لفاعلية الحركة الإسلامية. يا رجل الحركة الإسلامية الإخوان المسلمين في 86 دولة، لو أخذوا بأمر الله وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لأرعبنا العالم. ما يموتوش إخواننا في غزة من الجوع، بل هو الذل والهوان. مشكلة إحنا اليوم الأمة الإسلامية إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا المشكلة بشكل بسيط وواضح. قال بل أنتم يومئذ غثاء كغثاء السيل لا تجدوا فيكم راحلة. يعني ما فيش قيادة حقيقية تمثل القائد المسلم في الحركة الإسلامية. وهذا القائد إيش سبب هذا الوهن بالشكل الطبيعي؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قائد حركة إسلامية مش مستعد يضحي ولا يسجن ولا يقصف بالطيران الأمريكي. هل الطيران الأمريكية في تاريخه كامل استهدفت قيادي واحد في الحركة الإسلامية في اليمن؟ لا، ما يمثلش خطورة أساسا. ما دام إنه ملتزم بالريتم، ما فيش نفس جهادي، ما يتعدش الوكيل حقه، مش مفكر إنه ينهض بالدولة بعيد عن الأداة الرسمية اللي هي الدولة،
اموره ماشي بالسليم، احنا بنمشوا كيف ما نريد. وزيد نشحن الحركه الاسلاميه بالتيار العلماني. خطباء في 2006 ذهبوا الى امريكا من الحركه الاسلاميه، هم الان اكبر شاحن للحركه الاسلاميه بالاسلام، ما يسمى الاسلام المعتدل. هم الان اللي قاتلين الفاعليه عند الشباب في الحركه الاسلاميه. يعني الحوثي دخل صنعاء، الاصل الشرعي انك تواجهه، مش تنسحب، مش تنتظر هذه لما يقوم من النوم يقول لك يلا قاتلوا. فالموضوع مش زي ما تصور البعض انه المشهد الان يدور بعيد على الترتيبات الاستراتيجيه. لا، امريكا تشتغل بعد استراتيجي، هي تريد من الان تضعف الحوثي وتقصقص اجنحته، والدليل انه راحظ الضربات حق الطيران تستنزف الدعم اللوجستي للحاضنه الشعبيه، تستهدف ادوات الحياه في مناطق الحوثي. يعني النظام الدولي مش صادق باستهداف المرابط العسكريه. ليش؟ لأنه الحوثي صنع فكر، وهذا الفكر الآن ضروري نستنزف فيه المجتمع اللي هناك. أما أنا كحوثي كقيادة نظام دولي يشتو، لا عادوا معك مهمة، ضروري ترجع على صعدة. يعني إذا حصل ما حصل زي ما حصل في حزب الله، يظل في معه أدوار مستقبلية، ضروري ترجع على صعدة. لما نصفر لك تنطلق لمشروعك الجديد. بس احنا الآن بنقرص لك أذنك قليل عشان ما تخرجش عن النص وتحاول تقدم نفسك كبطل. يا أخي بلال، التوقيت، شوف جماعة الحوثي منذ شهر وهي تتوجس خيفة من تاريخ 24 تاريخ ذكرى تأسيس المؤتمر، وكان هناك ما يشبه الحشد بعد إعادة أسرة صالح إلى الواجهة. وأكثر من مرة على فكرة، كلما يبدأ الحديث عن الجوع والمرتبات والجوع وأن الحوثي جوع اليمنيين بينما قيادات الحوثي تموت من كثرة التخمة، تأتي ضربات. يا أخي كأنه أمر دبر بليل يعني، فيسكت الناس عن الجوع وعن كل شيء، ويبدأوا يتحكوا عن، ويبدأوا يتكلموا عن ثبات الحوثي وأنه يقاتل إسرائيل وإلى آخره. فكك لي هذا الربط هذا العجيب. من أجل أنه يكون في قيادة للمشروع يضحض كل الأدوات اللي في الساحة، لابد أنه نلم الحاضنة الشعبية بقضايا ما يختلفش عليها اثنين. القضية اللي ما يختلفش عليها اثنين في اليمن قضية غزة. فتخيل أنه المنظومة الدولية تضغط الوكيل بدون مذكور السعودية والإمارات، تضغط على الممثل الرسمي والشرعي والمنطقي لهم يعني اللي في مناطق غير سيطرة الحوثي، اللي يقاتل الحوثي، إنه ما يكونش في معه أي موقف لنصرة غزة، موقف حقيقي. ما نتكلمش عن البيانات والإدانات والمظاهرات والشقب لا، هذه يقوم فيها السيسي، ويترك الموقف الحقيقي عند الحوثي. الحوثي هنا يكسب الحاضنة الشعبية، وهذه أول نقطة. كسبه للحاضنة الشعبية تستصعب استئصاله. فإذا أراد اليمني طريق مختصر جدا لاستئصال الحوثي، إنه ينطلق بقوة لنصرة إخواننا في غزة، وما يتركش هذه المساحة بيد الحوثي. الموضوع الثاني، من أجل استئصال الحوثي لابد أنك تقدم نموذج حقيقي للدولة على أساس الناس تأمن، على أساس الناس والله تقول فيه بديل. لكن النموذج زي عيدروس الزبيدي، هذا نموذج زي طارق عفاش، نموذج زي مجلس الرئاسة الثمانية اللي ما يسدوش بينهم البين. مستحيل انك تقنع الناس اللي في مناطق الحوثة انه يقتنع بهذه النماذج. هذه النماذج عاهات. تاريخ 24 أغسطس، يعني الضربة في 24 صدفة ولا مقصودة؟ كانت مرتبة تماما، لكن أنا أمس تكلمت في المساحة إنه يأتي مكر الله من لخبطة الأدوات الوظيفية. يعني مثلا القذافي كان أداة وظيفية للنظام الدولي، فترة من الفترات الراجل ضرب بدماغه قال أنا ملك ملوك إفريقيا وبيطبع الدينار الذهبي. إيش معناته بيسوي الدينار الذهبي؟ معناته بيخلي النظام الاقتصادي الرأسمالي ينهار. يقول له يمين يسار يراجع انه احنا منك احنا سويناك، ما فيش. ودخل في تمرد وخصومه استمرت 18 عام. عند اول فرصه تم القضاء على القذافي. الان نفس الفكره، نفس السيستم. احنا نسال من الله انه الحوثي يتمرد اكثر واكثر،
ونسأل من الله أنه يكون في الطرف الآخر يقظة وتقديم نموذج، وهذا النموذج يتطلب بعدين أساسيين: الارتباط المصيري مع قضايا الأمة المصيرية زي قضية غزة وبذل كل ممكن متاح في هذا الأمر، وسحب البساط من الحوثي كواجهة وحيدة للسلطة هنا في غزة. والنقطة الثانية تقديم نموذج، تقديم مشروع دولة حقيقي. أما دولة نص الريموت، يا ليت معنا ريموت واحد، نص الريموت مع محمد بن زايد، نصه مع محمد بن سلمان، أنا لنا السيفر شدوخ. لا حول ولا قوة. طيب أخي بلال، لاحظنا مثلا أنه جماعة الحوثي لا تتبرر يا أخي، لم يقصفوا شيئا في جماعة الحوثي. يعني إذا أخذنا نظريتك هذه بأن الحوثي تمرد وهذه عملية تأديب، هم لا يؤدبونه في شيء يا أخي. إذا يؤدبوا كما أدبوا إيران في ضرب قاسم سليماني والمهندس، يؤدبوهم كما أدبوا إيران باستئصال 30-40 عالم من علماء النووي. يعني ماذا تؤدب الحوثي بأن تقصف وزارة النفط؟ لا يبالي أصلا هو اليمني عنده نفط ولا ما عنده نفط. تأتي أنت تقصف الكهرباء، الحوثي أصلا لا يبالي في أي واد هلكنا، عندنا كهرباء، عندنا ماء، عندنا هواء، لا شيء. لكن لا يوجد، يعني إذا أخذنا نظريتك أن المسألة عملية تأديب، لم يؤدب الحوثي بشيء. بالعكس، الضربة تفيده كلما ضرب، وبما أنها لا تصيبه هو، فبالتالي هو الذي يستثمر هذا الموضوع بشكل كبير جدا. لماذا لا يؤدبوه في بعض قياداته؟ يعني يستغتالوا لهم يا أخي، محمد علي الحوثي هذا بيروح يشتري قات من سوق الصافية بالمتور يا أخي. إذا أنت قلت عبد الملك الحوثي صعب يا أخي، تقولهم هذا الثور المقوت هذا ولا مهدي المشاط، هؤلاء يمشوا في الأسواق، بيوتهم معروفة. أنا أقول لك أنا وين بيوتهم، نحن نعرف طيب بيوتهم. إيه بالنسبة للإجابة، أنت تركت جملة مهمة جدا، إنه الحوثي استثمر الضربات. أنا لما أتكلم على يعني نقطة أولى، عايز أنتصر على عدوي، لابد أن أدرس عدوي حق الدراسة، وأدرس نفسي، وأدرس واقع المعركة. مشكلتنا أنه الآن الشرعية مش فاهم من هي. معنا 8 رؤساء ما سدوش، ويتعاملوا مع الحوثي وكأنه الشخص اللي كان عدو في الكهف، مش الشخص اللي قد هو معه علاقات ويربط كذا وإلى آخره. وميدان المعركة نركز على نقطة واحدة فقط بدون ما نشوف بقية القطاعات. يعني من قبل 5 سنوات ونكتب منشورات ونادي إنه نستطيع القضاء على الحوثي بقرارات اقتصادية فقط بدون ما نحارب، ونناشد نرقم بالمشدات وكذا. يا مدير البنك المركزي اتخذ هذا القرار، ومعنا محاضرات سابقة نتكلم إنه تمتلك القدرة على القضاء الحوثي بقرارات، لكن النظام الدولي لا يريد أنه يتخذ هذه القرارات لأسباب. الأولى، لحظة دقيقة أخي بلال، عشان المواطن يفهم، هذه نقطة مهمة جدا. حتى أنا نفسي تحدثت فيها في وجود وكلاء وزارة في تويتر، أنه تستطيع أنت أن تنهي جماعة الحوثي بالنجاح الاقتصادي وتخفيف معاناة الناس في أماكن سيطرة الشرعية، وتضييق الخناق عليك كالبنك المركزي وهذه الأمور. وفعلا حاولوا على فكرة، الشرعية حاولت، ثم يتدخل السفير الأمريكي لإلقاء قرار إلغاء البنك. إذا تلاحظ أنت، والأمم المتحدة كان غايب، مبعوث الأمم المتحدة جلس 2 والله ما احنا عارفين فينه، إلى أن قامت الشرعية بإغلاق البنك المركزي من صنعاء. ظهر المبعوث الأممي وفعلا ذهب إلى الرياض وألغي الموضوع. من يعيق هذا الحرب الاقتصادية على جماعة الحوثي؟ كما تقول أنت، فعلا هذه عبارة 100% أيها اليمني، والله لا نحتاج لا جيش ولا حاجة، أنكم تستطيعون القضاء على جماعة الحوثي بقرارات اقتصادية. من يعيقها يا أخي؟ عامل سعودي ولا كما تقول أنت مؤامرة كونية؟ لا ما قلتش مؤامرة كونية. قلتش مؤامرة كونية. طبعا الناس اللي لا يريد أنه يحلل استراتيجيا يرقم على طول أي واحد يتكلم في البعد الاستراتيجي أنه مؤامرة. احنا نتكلم على بعد استراتيجي. يعني أنا لو أجيت أترك المصفوفة كذا، نظام دولي، مرابط، تحت المرابط وكلاء، بالوكلاء أدوات. يعني مثلا تشيت المجلس الرئاسي أو المجلس الانتقالي، هنا الوكيل السعودي، هنا الوكيل الإماراتي، بعدين للمنظومة الدولية السفر الأمريكي، بعدين المربط الصليبي. فالآن بالنسبة للحوثي، فعلا اللي وقف الجبهات في فرض نهم، واللي وقف الجبهات في تعز، واللي قصف الجبهات في العلم، هو اللي مش سامح انه نقضي الحوثي حقيقة. اللي ادخل الحوثي وفتح له بالضوء الاخضر
السفير الامريكي من صعده الى وضغط على الاحزاب، واللي ارغم الاحزاب يوقعوا في اتفاقيه السم والشراكه، هو اللي كان يشي الحوثي يبقى. السؤال، بما انه معروف انه من اللي صنع الحوثي ودخلوا في مؤتمر الحوار وفرض كل شروطه ورتب له المساحه انه يدخل يلتهم صنعاء وسوى هذه الامور كلها، لماذا يريد بقاء الحوثي طول هذه السنوات؟ والان ليش يقدم ضربات ما تدلش حقيقه انه يريد القضاء على الحوثي؟ وهل في خيارات للقضاء على الحوثي بدون ما تقصف لي الموانئ والمحطات والبنية التحتية للشعب اليمني اللي مش حق الحوثي؟ فأنا أجيب على هذه الأسئلة بشكل تراتبي. الأول، من أدخل الحوثي وصنع الحوثي ومهد الطريق للحوثي هي المنظومة الدولية بقيادة أمريكا. طيب، النقطة الثانية، الذي منع القضاء على الحوثي من قبل المقاومة الشعبية التي كانت في فرضة نهم مع الجيش، والتي كانت في تعز، يعني تم الضغط على الشيخ حمود انه يتوقف ولا بنقصفك بالطيران وقس الى ذلك من الامور، واللي قصفوا الجيش اليمني في نقطة العلم، واللي ضربوا الجيش اليمني في اكثر من منطقة لما تحرك بدون اوامر العملية المشتركة. من يمنع القضاء على الحوثي منذ سنوات المنظومة الدولية بكل ادواته. ابسط مثال انه رقم 3 لما تشتي تقضي الحوثي كان منذ اكثر من 5 سنوات تقدر تقضي الحوثي بتقديم نموذج فقط، اي انك تخلي مدير البنك المركزي يتخذ قرارات 3 تسحب البساط الاقتصادي من الحوثي، تخلي الحاضنه الشعبيه تضطر ان تترك الحوثي، وتسحب كل الامور، يعني السويفت المصرفي. لماذا طيله ما نحارب الحوثي ما استحبش بالحوثي الا الى قبل 2 أسبوع؟ ليش؟ سحب السويفت المصرفي قبل 7 سنوات، إغلاق مصادر الإيراد الرئيسية زي تليمان ويمن نت ويمن موبايل وهذه المصادر الإيرادية الضخمة، وسحبه كفيل بالقضاء على الحوثي. تقديم نموذج حقيقي، دولة نموذج، يعني الإنسان لما يسيب الحوثي يقول في دولة معي، في رجال، مش أنا أسيب مجنون وأجي عند أجنن، أسيب ميليشيات وأجي عند ميليشيات. بس أنا فقط الفكرة أن أغير نوع السفير، من السفير الإيراني إلى السفير السعودي، ولا من السفير، لا، الشعب اليمني يريد نموذج، فمنع تقديم النموذج. وأنا بتكلم هنا بالدليل. من اللي اغتال محافظ عدل؟ جعفر. من اللي أقال رمزي محروس وبن عدوه وكل القادة الميسري والقبواني؟ من اللي ضغط على بن دغر؟ من اللي ودى القوات لسقطرى في بشحوثي ووداها للمهرم في بشحوثي؟ يعني الموضوع واضح للعيان. هناك إفشال متعمد وعدم التمكين لتقديم نموذج. بدون تقديم نموذج ما بتقدرش انك تقضي على الحوثي. يعني هل انت يا اخ اسعد ترضى انك تقضي على الحوثي وتعيش تحت ظلال الايدروس؟ لا. هل ترضى انك تقضي على الحوثي تعيش تحت ظلال طارق؟ اعوذ بالله. اذا هم منعونا من تقديم نموذج. تم الضغط على الشيخ حمود انه يخرج خارج البلاد، المقاومه الشعبيه. يتم الضغط على اي شخصيه، بل وصلت انه اذا اراد اي شخص تحقيق الاكتفاء في التصنيع العسكري يتم اغتياله. الله. من اللي اغتال العبيدي في القاهره؟ من اللي اغتال العبيدي قائد التصنيع العسكري في ماري في القاهره؟ ومن من اللي يمنع المقاومه الشعبيه ان تمتلك سلاحه؟ هل انت عارف انه الحوثي يسمح له انه يصلح طيران مسير وكذا ووراش والى اخره، وعارفين باماكنهم ما يقصفوهاش، لكن لو جاء مكان في المقاومه وخاصه بتعز يصلح يعني اي عمل عسكري تحت اللواء ما يسمى الجيش الوطني، الو التحالف اتصل سيبين انكم تصلحوه، ممنوع. هذا اذا ما قصفكش. فالان اللي نشي نقوله بشكل مختصر انه في دور الحوثي ما زال مستقبلي بالمنظومه الدوليه، والمنظومه الدوليه اذا الحوثي تمرد على الخط بتضعف قوته فقط، لا تريد هي القضاء عليه. وفي ادوات ممكنه متاحه للقضاء على الحوثي ليست عسكريه اساسا، تم تاخيرها سنوات. واهم هذه الادوات انك تقدم نموذج. الان اليمني في مدينه تعز يعاني من انقطاع للكهرباء للخدمات من سنوات، من 7 سنوات. الدوله مهلش. الدوله تتواجد عندي في مدينه تعز، لما تشي تاخذ مني
زكاة، ضرائب، واجبات، صندوق نظافة وتحسين، يعني متواجد بالجباية، متواجد بالظلم فقط. أنه متواجد بتقديم خدمات لا يوجد. طيب فهنا الآن يا أكمل. تفضل. أنت يعني أشرت إلى موضوع غياب النموذج، وهذا ربما أنت تتكلم عن هذا المصطلح بنوع من البلاغة ما شاء الله. أنا سبق وكنت أتساءل، معقول هذه السعودية بمالها وفلوسها والتي قالت لنا أنها جاية لدعم الشرعية ما استطاعت أن تنتج نموذج يمني، نموذج دولة؟ هي لا طلع الموضوع هي لا تريد. مقصود، يعني طلع لا تريد هي. هي لا تريد، لأن المنظومة الدولية اللي متحكم في القرار السعودي تارك له حدود للممارسة السياسية، يعني تارك لحظة، له حدود للممارسة السياسية. يعني ليس هناك هدف من أهداف السعودية أن يوجدوا شرعية ونموذج لدولة ولو حتى في أي مدينة من المدن اليمنية التي تسمى محررة، لا يوجد، بل ضرب. أبدا. ليش يا أخي سعد؟ أنت إذا أنت مكان أمريكا تخطط للهجوم على بلاد الله الحرام، وتعرف أنه سيكولوجية اليمني لما تقرأ حرب بيحرك سلاحه وبينطلق نصرة إخوانه في غزة في المملكة والدفاع على بلاد الله الحرام. فهي تريد أنه تستنزف هذا الشعب، أنه يفقد القدرة على الحركة والفعل المناصر والفعل المقاوم. فبالله عليك بتخلوه يبني دولة؟ مستحيل. طيب استهداف يعني حتى هم لم يتحركوا لبناء نموذج، بل ضربوا كل النماذج الناجحة. نعم. فرق لي بين عاصفة الحزم وعاصفة نتنياهو، بغينا نشوف. أنا أتمنى أنك تفرق لي بين العاصفتين. هل يداران، هل من يدير أو من أدار عاصفة الحجم السعودية الإماراتية ومن يدير هذه العاصفة الأمريكية الإسرائيلية من مكتب واحد، من غرفة واحدة؟ لأنه نفس الشيء، يعني كلاهما كانوا بردا وسلاما على جماعة الحوثي ولا استهدفوا. أنت ذكرت الآن ومستعد أنك تذكر لي الآن أكثر من 20 ضربة لطائرة السعودية على الشرعية، لكن لا تستطيع أن تبين ولا ضربة واحدة قوية نوعية على جماعة الحوثي عسكريا. نفس الشيء هذا الإسرائيلي يقطف كل شيء إلا جماعة الحوثي. أنا أريد تعمل لي مقارنة بين العاصفتين، العاصفة السعودية والعاصفة اليهودية. بالنسبة لعاصفة ما يسمى بالحزم، هي لم تكن تحزم، هي كانت دورة تدريبية للحوثي، رفع المستوى القتالي، تقديم ميدان تدريبي لقضية النار والحركة وتربية الجماعة على الصمود، على الثبات، على ما كانش فيها عاصفة حزم حقيقية. لو كان يراد انه يقضى على الحوثي، يعني ما ياخذش الحوثي اسبوعين من اول ما دخل صنعاء. قليل دعم للحركة الإسلامية، حزب الإصلاح من السعودية، قليل دعم فقط، وتمكين الحركة الإسلامية في قيادة الدولة، مسحوا الحوثي مسح. موضوع بسيط جدا. لكن لا تريد السعودية، ما فيش كان حاجات عاصفة حزب. طيب إيش اللي حصل؟ عاصفة الحزب إيش قصفت؟ قصفت البنية التحتية. لماذا البنية التحتية؟ لأنه هم نفسهم اللي يقصفون، مش دارين ليش. لكن المخرج يريد أنه يستنزف الشعب اليمني. الشعب اليمني يطحن بسنوات من الحرب على أساس تقل قدراته ومقدراته من أجل أنه ما يدخلش في المعركة الأساسية. هم لأكثر من 15 سنة يمهدوا المعركة أساسية. لا ننساش أنه نتنياهو مش هدفه الآن الأقصى، لا، نتنياهو يشوف أنه مصر قد هي معه موظف محترم السيسي ويردون معه. الآن هو يفكر كيف يعود إلى يثرب. الخاخامات في القناة 13 إسرائيلية يتكلموا على أنه الآن إحنا نفكر ما بعد غزة يثرب، ويتكلموا بكل صراحة. قال لك مجهزين الخرائط ديال خيبر وبني قينقاع، يريدوا أراضيهم. يقول لك حقهم، معهم بصائر. لا حول ولا قوة. المنظومة الدولية تجهز لمعركة عقدية كبرى، وتدرك هذه المنظومة الدولية عن طريق دراسات استراتيجية إنه الشعب اليمني معه مشكلة. الآن في واحد في الشعب اليمني يقول ليش إحنا نطحن والشعب الخليجي مترفه؟ لأنه الشعب الخليجي استخدمت عليه استراتيجية اسمها استراتيجية الإلهاء للسيطرة على الشعوب. ما فيش معه سلاح، ما يهمناش. السلاح محصور بيد الدولة والدولة بيدي، ما يهمناش.
إذا استخدم على استراتيجية الإلهام من أجل أنه ما يكونش في معه فاعلية في دعم المقاومة بالمال. كلام وتجي خطير. هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ والشلة هؤلاء ويدخلوا الشعب الخليجي كله في هذه الاستراتيجية، يفقدوا قدرته الحقيقية في نصر المقاومة بالمال. فهذا نصيبه، هذه الاستراتيجية. أما الشعب اليمني مشكلة أنه مسلح، مشكلة أنه معه عاطفة عقدية، عاطفة إسلامية جبارة. أنا مثلا، أنا وأنت لو ننتمي لأي جماعة وحزب، حصل هجوم على بلاد الله الحرام، والله مش نسمعها، بنشل أنفسنا نروح نقاتل. القبائل اليمنية فيها من النخوة، أول ما يتم الاعتداء على بلاد الله الحرام لن تمرر الخطط الإعلامية عليهم، لن تنطلي. يقولوا ماذا محمد بن سلمان طاغية وأسقطناه وإنها ثورة تحرر وإلى آخره. أنا عارف إنه طاغية، بس وين أنتم من زمان؟ فبتتحرك القبائل. فمن هذا المنطلق يتم طحن الشعب اليمني على أساس ما يكونش معه دور بارز وكبير في حماية بلاد الله الحرام. ونركز، لما أقول بلاد الله الحرام أنا ما أقصد حماية محمد بن سلمان. محمد بن سلمان أداة وظيفية للنظام الدولي، في فترة ما سينتهي هذا الدور، وبيسلم طيب. بلاد الله الحرام على طبق من ذهب طيب للميليشيات. بلال، أنت بصراحة لا أدري كم من الإخوة الذين يستمعون إلينا الآن في اليوتيوب في التيك توك مصدوم مثلي، لأنه كلام في الحقيقة مقنع جدا وخطير، خطير للغاية، يعني للغاية. أنا سأضيف لك 3 أسئلة، وإذا كان الوقت لديك متسع نطلع الناس يتفاعلوا معك أكون شاكر لك. أما إذا كنت مستعجل أنا أطلعهم يتفاعلوا معي أنا. أنت بس قول لي وقتك، أنت كم وقتك يسمح لنا؟ لأنه بعد الغداء هذا أنا شكل الولعة قد قرحت لا أنا ما خزنش أبدا، ما خزنش أبدا نهائيا. أبدا. طيب. إذا أنتم الإخوة، أولا الأخ المشرف شوفنا التعليقات المكررة تحذف، حتى لو قال قل هو الله أحد، حتى لو قال بسم الله الرحمن الرحيم. إغراق التعليقات ب... إغراق اللايف بتعليقات مكررة ممنوع، حتى لو كانت إيجابية ممنوع. التعليق يكون مختلف. هذا شيء ثاني، شوف لي الذي بيسبونا يا أخي، واعمل لأبوهم كتم، منزلهم لإعادة التأهيل تحت يا مشرف، الله يزوجك. و... والإخوة الذين يريدون أن يتفاعلوا مع الأخ بلال لنصف ساعة فقط، سنضيف نصف ساعة أو ساعة إن شاء الله، نزيد نسحب من بلال ساعة. والكلام لا يمل، والله أن أنا ما أحب أقاطعك، بس قد لازم أطرح لك بعض الأسئلة. الذي يريد يطلب القسط من الآن، يمني وغير يمني، اليوم مفتوح للكل، لليمنيين وغير اليمنيين، بس الأولوية لليمنيين، يكون شوية اليمنيين يعني يطلعوا. آخر سؤال أو سؤالين. هناك إرادة من المجتمع الدولي وبمشاركة المجتمع الإقليمي وخصوصا السعودية والإمارات إلى إنهاك المجتمع اليمني، أنت قلت هكذا صح؟ هل الحوثي أداة لهذا الإنهاك أيضا؟ يعني تمكين الحوثي كأقدر أداة داخل اليمن تحقق لهم هذا الهدف؟ بلا شك، ولهذا ممكن. أكيد. ولهذا حماس السفير الأمريكي ومبعوث الأمم المتحدة والسفير السعودي لما يكون على وشك أنه يتم القضاء الحوثي في 2015 2016، التحالف نفسه هو اللي يتدخل يقوم مفاوضات، التحالف نفسه هو اللي يوقف الجبهات. صح. يعني لو كانت المقاومة الشعبية غير قائمة على الوصاية من ما يسمى بالتحالف كانت قضت على الحوثي ب 2016. لكن الغلط الأبرز والأكبر إنه الحركة الإسلامية أخضعت المقاومة الشعبية للممارسة السياسية، وحولت المقاومة الشعبية من مقاومة شعبية لما يسمى بجيش، وأصبح الجيش على مر الأشهر تضرب عقيدته العسكرية القتالية، وتستبدل بعقيدة وطنية لا تقوى على مواجهة عقيدة منحرفة فاسدة. أنا الآن عرفت لماذا يضيق عليك يا صاحبي، أنت كارثة. لا إله إلا الله، أنا شاب بسيط جدا في مدينة تعز. شاب بسيط. طيب أخي، بقي المبرر الآن. أنا قلت في مداخلتي، إذا سألت اليمني كيف دخلت الإمارات إلى سقطرى سيقول لك المبرر الحوثي.
كيف وصلت السعودية إلى حضرموت والمهرة وتواجد عسكري وربما ميناء في بحر العرب؟ يقول لك المبرر الحوثي. الآن يتم الحديث عن بناء قواعد عسكرية أمريكية وإسرائيلية، طبعا سيكون المبرر الحوثي. هل هي لعبة، نحن أمام لعبة يعني تبادل أدوار كل واحد يقوم بدوره، أم مصادفة وهذه نتائج طبيعية؟ قبل سنة وتقريبا 8 أشهر كتبت منشور بالفيسبوك، صفحتي الشخصية بالفيسبوك، تحدثت عن هذه الأدوار وذكرتها بالتحديد، إنه الحوثي بيقوم بمهاجمة السفن. عفوا، المنشور قبل معركة طوفان الأقصى، إنه الحوثي بيقوم بمهاجمة حركة الملاحة الدولية، وعلى إثر هذا المنظومة الدولية بتستدعي التدخل بإيجاد قواعد عسكرية، وعلى إثر هذا بتواجد القواعد العسكرية. أنا يعني من الأشياء اللي تحز في نفسي، عفاش برغم كل فساده كان في معه 3 مواقف مشرفة. الموقف الأول إنه كان رافض كل الضغوط اللي تريد إنه تترك في قواعد عسكرية في اليمن، برغم كل فساده. قواعد عسكرية في اليمن ممنوع، وقدر يراوغ المنظومة الدولية، قدر يستخدم أدوات جهادية وأشياء كثيرة جدا لا يسع المجال لذكرها. والموضوع الثاني إنه رفض بآخرة عمره دفع الضريبة قضية إنه تمزق اليمن من بعد شخصي، علمه عند الله، كان يشوف إنه الوحدة دي حقه بنته، ولذلك لأنه رفض إنه يمشي وفق المخطط تم تصفيته. ما أتكلمش عن الناس اللي خانوا من الداخل. ورقم 3، عفاش برغم كل فساده إلا أنه لم يكن أداة كما الأدوات اللي متوفرة الآن في الساحة لتمرير المخططات الخاصة بالنظام الدولي لإفساد المجتمع. ما تركش مساحة لإفساد المجتمع وضرب عقيدته. الآن المنظمات الدولية تعبث في اليمن عبث، إفساد ممنهج لبنات اليمنيات، ضرب للعقيدة بكل ممكن متاح، مشروع على الأقليات هنا ومشروع المصوفة هنا ومشاريع تعمل، والوحدة تمزق. يعني عيدروس الزبيدي مش هو سوى انقلاب نفس ما سوى الحوثي؟ ليش انقلاب الجنوب تدخلوه في المجلس وانقلاب الشمال ما يدخلش في المجلس، سكحون الضجة والداوي والحرب؟ والله والله سؤال مطروح، وكلاهما انقلابي. يعني ولا الانقلاب الجنوبي لطيف وحبوب معه وساطة، ابن خاله معروف معانا؟ ايش الفكرة؟ الفكرة انه يراد ابقاء مساحة لضرب اليمن، يشو يطرحوا معذر كوفيا مبرر لخط اليمن، مبرر لخط اليمن. آه. فهم ما يعني زي ما انتم قلتم وحدة الصف والى اخره، رحتم تتوحدوا مع الانقلابي ومع طارق عفاش اللي كان مع الحوثي واللي مكن للحوثي بصنعاء واللي سلم صنعاء للحوثي. تقول لي على سلامة الصف اليمين، يا اخي دخلوا الحوثي معك وشهنج نخرجكم كامل. يعني مش الان المقاس الرئاسي قد هو داخلته كل الخياب، زيدوا دخلوا عبد الملك الحوثي والشعب اليمين يطرد المقاس كامل وسكين الضجة والحرب. صلى الله وبارك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بلال، أنا سأتيح المجال للآخرين. يا مشرف، رجعني على الشاشة السابقة، الله يخليك، رجعنا عشان تبقى التركيبة مثل ما كانت، وبنكبر بلال، نخليه بلال في العمارية. ما مش عارف إيش العمارية، أنا بفهمه بعدين إيش العمارية. مشرف، أيوة رجعناها كذا، ورجع خلوني أحط بلال، وبلال يكون هنا في الواجهة. هيك يكبرك يا بلال، الله يكبر بيك. يا أخوان الذين ستتداخلون، أنا لا أريد يعني مداخلات طويلة، هي بتكون أسئلة للأخ بلال أو استدراك، يعني اعتراض على كلام أنتم ترونه خاطئا أو شيء من هذا القبيل، تطلعوا باختصار شديد، لأنه بقي لدينا 45 دقيقة فقط. يعني وأنا سأصعد، خليني أصعد يا مشرف عشان أصعد لك اليمنيين. أنت لا تعرف من هم اليمنيين يا مشرف، خلي اليمنيين علي، خلي اليمنيين علي. لحظة. محمد تفضل. السلام عليكم أستاذ يا سعد، أو منور ضيفك الكريم الدكتور بلال. حياكم الله. مرحبا. أنا عندي سؤال أستاذ سعد للدكتور بلال. يعني بما أن هذه الشرعية والحزام الأمني وطارق والإصلاح، يا دكتور بلال، يعني ما رأيك يعني
لو تقسمت الشرعية تكون مثلا باتجاه الشمال يعني مع الإصلاح، والحزام الأمني مع الأخوان المسلمين. ما رأيك في هذا الفكر، ولا كل شخص يريد تقسيم الوطن بما يريده هو؟ هذا ما هوش السؤال مفهوم، فقط. ما هوش مفهوم السؤال يا محمد. أنا نفسي ما فهمت، أنت فهمت يا بلال؟ أقصد يعني الآن الشرعية مثلا تكون مع الحزام الأمني، يعني لمعركات ضد الحوثي، والأخوان المسلمين مع طارق عفاش. أيوة، وأنت ما شاء الله بتفرزنا، قاعد لا لا، تفرزنا. لأن يتوحدوا يا أستاذ أسعد، يتوحدوا ضد الحوثي، نعم. لأن كذا 4 أحزاب، كل واحد يصارع الثاني، أقل شيء 2 يكونوا مع بعض. بلال، إجابات كذا مقتضبة. احنا ما نحتاجش انه تكون في ادوات متناقضه، السؤال اسحاب التناقض، عايز تقدر تنتصر على الحوثي فقط. قد نزل، هو نزل خلاص. يعني اسحاب التناقض من اجل انك تنتصر على الحوثي، ليش ما يتوحدش الكل تحت اطار مقاومه شعبيه وانتهى الموضوع. الله يبارك. طيب، غلقوا الميكروفونات لو سمحتوا، الذي طلعتوا غلقوا الميكروفونات. الأخ هاني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ دكتور بلال والأستاذ أحمد أسعد الشرعي. شوفوا يا جماعة الخير، الموضوع ما يحتاج له نحن أن يعني نخلق معجزات أو ننتظر مثلا يعني حاجة تنزل لنا من السماء عشان تنقذنا. أولا نحن لابد أن نقيس يعني بمقياس العدل. هل هؤلاء الناس اللي أنتم الآن الأخ مثلا دكتور بلال يتكلم عنهم أنهم ضيعوا فرصة بأنهم كانوا قادرين على أنهم مثلا يستحوذوا على هذا البلد ويقيموا دولة نهضوية بدستور يلامس مطالب الشعب، لكن المشكلة أنكم ما عندنا أحد نعول عليه يا دكتور بلال. أنت ما هو قد ذكرت قال لك يا هاني خلينا نتكلم اصبر يا اقول لك. لا الله عشان يخليك. الوقت يا هاني هو قد قال لك. طيب انا بسأل ضرب السؤال، النموذج، وقد قال لك يا جماعة لم الخير، من لا الغلط اله الا الله من يا اخي. الغلط. طيب خليني انا بس اسال السؤال بسرعه الان باختصار. اذا أيوة. يا جماعه الخير، احنا من الغلط والاجحاف ان نجعل هذا الشعب اليمني منوط بانه فئه معينه لا تمثله ولا تمثل اي رغبه له، عنها فكر علماني ليبرالي اشتراكي، ما اعطوهم فرصه يا جماعه الخير. فمن الخطا انتم تعولوا على ناس لا يقدروا يهشوا ولا ينشوا ولن يستطيعوا ان يعني يتمموا هذه الدوله من غير انهم يرجعوا لنفس المشروع الذي قام الشعب ونفضهم عنه. فلذلك يا جماعه الخير لابد ان نسدد ونقارب ونقول الحق على من هو الافضل والاقرب للحق. ما عندنا مجال يا جماعه الخير، انتم هم تنتظرون شخص يعني يجوكم من السماء، انتم لازم تتعايشوا مع هؤلاء الناس وتحاولوا ان نسدد ونقارب وان نحاول نجلسهم في طاوله. هل نستطيع فعل هذا؟ لن نستطيع فعل هذا. اذا ما هو الحل يا استاذ بلال؟ انا هذا السؤال اللي عندي كمواطن يمني. تفضل. اشكرك هو يعني لماذا العدميه يا اخي بلال؟ انت شيطنت الكل ووصلت الكل انهم فاسدين، والكل من اين تنتظر؟ انت تنتظر ملائكه يجوا من السماء؟ بيقول لك هذا الاخ سددوا وقاربوا وابحث عن افضل السيئين وتمترس معه وخلاص. الأحزاب هي أدوات، كما أن الدولة أداة لإحداث التغيير المجتمعي وليست إله. الأمة الإسلامية بعد التقسيم، بعد سقوط الخلافة الإسلامية، تم زراعة فكر في عقول المسلمين إنه الدولة هي إله وليست أداة. إله يعبد من دون الله، إله يشرع يحلل يحرم. إحنا نرجع على الأصل السليم، إنه المسلمين إذا احتكوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية احتكاك سليم، وأصبح كل شخص يمثل نموذج للمسلم، هذه الأداة أساساً ستخلق بشكل آلي. لكن إذا كنا إحنا كمسلمين كل واحد متعصب مع أداة، من الطبيعي أنه يستمر الاقتتال. وبالمنطق أول خطوة لإيقاف الاقتتال إنه نترك التعصب مع الأدوات ونتعصب مع الكتاب والسنة. ماذا يريد الله مني؟ أنا أسأل نفسي الآن في الفعل السياسي، في الاقتصادي، ما إيش يشتي الله مني؟ وتعصب بهذا الأمر. هذا الأمر بيوفر وحدة في التصور الجمعي للمجتمع. من خلال هذه الوحدة ستصنع الأدوات. فإحنا نشي النقطة الأولى، عايز نصل للنقطة الثانية. أما تيجي تقول لي لأنه ما فيش، أتعلق باللي فيه،
طيب انا اقول لك لو هذه الاداه اساسا لن توصلك للنتيجه، يعني انت زي اللي احنا ماشيين بالطريق وتحصل سياره معطله بدون توائر، بل حق التوائر مربعات، تجي تقول لي هذه الممكن متاحه ان نطلعها، يقول لك لا يا اخي امشي رجل، احمل انت عقيده، احمل فكر، ونمشي قدام طريق بنشوف اي سياره توصل احنا بالطريق. اما سياره حق التوائر مربعات ما بتمشيش معنا بالطريق. الادوات الوظيفيه اللي انت لا تتكلم عليها كامل انا ارفضها، لان قراري مش بيدي. قد نطلع كلنا السياره، لكن صاحب السياره يطفي السويس وكذا يعمل احنا هادي. دخل الحوثي صنعاء في 70,000 مقاتل ينتظروا هادي يصحي من النوم يقول احنا قاتل الحوثي. هادي رقد. فاهمنا ليش الان انا محروق؟ انا اتكلم انه اول خطوه انه الشعب اليمني يمتلك وعي في التحرر من الانتماء للادوات الوظيفيه جمله. هنا بنقدر نجيب الاداه الثانيه، لكن لو خرج الان مثلا اسعد الشرعي باداه جديده، او الشيخ حمود بالمقاومه الشعبيه، او اي شخص نفس النموذج اللي قدمه احمد الشرع، الناس المتعصبين مع الادوات بيشيطنوه. انا بطلع نصاب وسارق وساحر وكاهن ومجنون وبين 60 في 70 تبع الاستخبارات تبع الموساد وبالحوثي. فنقيم الخطوه الاولى على اساس نقدر نسوي الخطوه الثانيه، ما نحرقش المراحل. احسنت. اذا اصبح في عند اليمني استعداد انه يترك الانتماء للادوات الوظيفيه ويكتفي بما قال الله قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في قدره انك تقدم اداه للواقع يلتف حول اليمنيين. اما في ظل هذه العصبيه وقتالنا فيما بين هذا الحزب قاتل هذاك وهذاك الضابط هذاك مش نخرجش لطريق. اتمنى تكون الفكره وصلت. شكرا وصلت. المشرف شوف لي التعليقات يا مشرف يا اخي، شطف لنا هذول قليلين الادب ونزلهم تحت. المشرف انت موجود يا مشرف؟ اكد لي ولا خليتني انا اشوف التعليقات؟ اذا انت غايب ولا مشيت ولا لا تكونش تتركناها كذا معلقين. الاخ المشرف اكد لي انك موجود عشان اتفرغ انا للجست. اكد لي في رساله في الواتساب. مش موجود والله، انه ناعس فعلا ناعس. موجود هو يكتب. يلا يا اخي شفنا ولا اللي بيسبوا الناس، عيب يا اخي نزلهم تحت. ولا ما بتفهمش الا جال يمنيه. المشرف مغربي. والله لو يسبك باليمني ما تدري. الاخ خالد من المملكه العربيه السعوديه، تفضل اخي خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخي خالد، مرحبا. أحييك من القنيطرة المغربية. ايوه انت حياكم الله. تعملها معاندة. أحييه. أيوة هذه مكايدة، نسميها مكايدة. أنا أعرف تحب القنيطرة، وأنا أقول لك ما زلت في القنيطرة وإن شاء الله بحول الله راجع. صحة والراحة، الله يوفقك، الله يهنيك. أحيي ضيفك الدكتور بلال، ويعني أحيي فيه وطنيته وحماسه وقضيته المشروعة يعني تجاه تحرير هذا الوطن المغتصب من جماعة. ايش يقول عنها يعني؟ أنا آخذ، إذا أعطيتني 3 دقائق فقط، لأنه الموضوع ليست أسئلة لضيفك، إنما إعادة لتاريخ الصراع الحديث الذي حدث في اليمن من 2011. يعني إذا بحثنا عن المشكلة لابد أن نبحث عن جذورها. ليست المشكلة في عاصفة الحزم ولا في تدخل السعودية ولا في التحالف العربي. المشكلة بدأت من 2011 عندما قرر اليمنيون أن يثوروا على الرئيس علي عبد الله صالح ويحاولوا التغيير. هنا بدأ خلط الأوراق، وبدأت الحسابات الحزبية، وبدأت الانشقاقات، ووجد الحوثي فرصة مواتية من خلال تآمر حقيقي من داخل الدولة ومن داخل الأحزاب لكي يدخل إلى صنعاء. هو وجد فرصة لم توجدها المملكة العربية السعودية له لكي تضعه هو أداة، كما قال ضيفك، كما قال الدكتور بلال، لكي يكون أداة لكي نستغلها لمشاريعنا في اليمن. ما هي المشاريع التي نستفيد منها في اليمن؟ يعني اليمن مجزأ، اليمن ضعيف، اليمن نتمنى له الخير يعني. فعندما نضع هذه المبررات بأنها مؤامرات لكي يكون أداة هذا الشخص الذي تعدى على شرعية اليمن وعلى تاريخ اليمن واستقل بقراره مع الإيراني
لا بد أن نتدخل، لأن لسنا نحارب الحوثي في لحظتها، نحن نحارب الذي يحاربنا هناك بعيدا في إيران. حاربه صدام حسين 8 سنوات ونحن استلمنا الدور لكي نحاربه، لكي لا يكون له موطئ قدم في وطننا العربي. حاربناه في سوريا، حاربناه في لبنان. وعندما يستخدم الحوثي أداة للإيراني، نعم سأدخل إلى صنعاء وأحارب الحوثي. فلا نضع الحوثي بأنه شماعة ومبرر لمصالحنا. مصالحنا ما هي في اليمن؟ مصالحنا تعدت أمريكا وتعدت الصين، مصالح المملكة العربية السعودية والإمارات. مصالحنا في الذكاء الصناعي، ليس في الموانئ ولا في أنبوب نفط. أصبح العالم يتغير أخي دكتور بلال. أتمنى أن تعي هذه الفكرة. نحن نحب اليمنيين ونتمنى لليمنيين كل خير، نتمنى لهم السلام، ولكن أقف معك في آخر نقطة أنت قلتها في مداخلتك مع الشخص الذي قبلي. قلت مشكلتنا الأحزاب وتناحرها وتأليه الدولة وتأليه الحزب وتأليه القيادات، وهذه إشكالية لدى الشعوب العربية ليس الشعب اليمني. هذه مداخلتي، لن أطيل عليك أخي أسعد. أنا دعني أترجمها من السعودي لليمني، كأن الأخ خالد يا أخي بلال يقول الخلل يمني، فلا تلقوا بفشلكم ولا بماذا أسميها بإخفاقاتكم على الجانب السعودي أو على الجانب الإماراتي أو على عاصفة أو شيء. أعتقد خالد أراد أن يوضح هذا الفكرة. تفضل يا أستاذ بلال. قالوا عندما تكون مفتوح من الداخل سيعبث بك الخارج. هذه قاعدة منطقية معاه في هذا الأمر، لكن علينا أن نحن نحدد ما هو الداخل وما هو الخارج. مشكلة الأخ خالد إنه كغالبية المسلمين يتعامل مع الأمة الإسلامية وكأنها أقطار، إنه في دول اليمن والسعودية وكذا إلى آخره، وهذا ما غرسه المستعمر في عقولنا. إحنا نتعامل مع الأمة ككل، لكن هذا واقع يا أخي، هذا واقع. نحن دول. بس أيوة، الواقع يصنع ويتغير لما نغير التصورات المعرفية، لأنه السلوك فرع للتصور. فإحنا نرجع لنقطة التصور أولا. هو رجع لقبل 2011، أنا رجع له لقبل 100 عام. عدل التصورات الفكرية اللي جاء قسم الأمة الإسلامية وجعل منها دول، عين وكلاء في هذه الدول وترك لكل وكيل مهمة. السعودية من أهم مهامه كوكيل في المنطقة بعد الجواسيس اللي اشتغلوا البريطان اللي اشتغلوا مع الدولة السعودية وقاموا الدولة السعودية، من أهم مهامه منع المارد أن ينهض. اليمن من أهم مهامه جعل الشعب اليمني فقير، لا نذر الرماد في العيون. سابقة أخي بلال، مرحلة سابقة وانتهت، وكان هنالك تعاون يمني سعودي ل30 عام في عهد الرئيس علي عبد الله صالح. طيب خليه يوصل. إذا كان سأعطيك حق الرد يا خالد بعد أن يكمل، باعتبارك سعودي وضيف عندنا في لايف يمني. مرحبا بك، أنا فوق العمامة اليمنية. مرحبا. تفضل يا أخي بلال، كمل ثم نعطي خالد، نعود إليه في دقيقة الحق رد. الدولة السعودية مارست ضغوط على الشعب اليمني، على الحكومة اليمنية، انتزعت منه أراضي ضخمة جدا، رغم أنه كانوا متفقين مع البريطاني أنه هذه أراضي يمنية. ضغطوا على عبد صالح وشلوا نجران وعسير وغيره. ضغطوا أنه لا يتم تفعيل استخراج النفط في اليمن بشكل كفء. ضغطوا بكل ممكن متاح أنه تظل اليمن حديقة خلفية للسعودية. معروف ما بنعيش التاريخ بالنسبة لمكان اليمن والنظرة لليمن باستحقار، إنه إحنا زي ما تسوق المنظومة الدولية أفقر شعب، والله على ما إيش، نحن أغنى شعب يمشي على أغلى أرض. تحدث في فيلم كامل حروب الطامعين، تحدثت إنه النظام الدولي يقتسم كل العالم، إفريقيا تقتسم فرنسا وكذا وإلى آخره، وكذلك الخليج مثلا عموما تحت وصاية بريطانيا والسعودية تحت وصاية الأمريكية وقس إلى ذلك، ما عدا اليمن. العالم كله مجتمع ويقتسم ثرواتنا. فرنسا توتيل وكوريا، حتى كوريا الجنوبية عندنا، الكل عندنا، كندا وأمريكا. وتحدث في فيلم مع الوثائق كامل حروب الطامعين. فيراد إنه يقدم لليمني إنه أنت شعب فقير. لا، إحنا مش شعب فقير، إحنا شعب مسروق. يراد إنه يقدم إنه شعب أنت ما معكش حاجة، والناس يوصلوا لسطح القمر والذكاء الاصطناعي. من قال لك تروح سطح القمر؟ عالج مشاكلك على سطح الأرض. الشعب اليمني شعب مراد له إنه يحدث تغيير في العالم، فاستنزف على مدار 50 عام وأكثر. الشعب اليمني شعب عظيم جدا،
ومعه مهمة مش مهمة مني صرفت، مهمة من حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام، أن نكون مدد للعالم. لما الأمة تدخل في أطر تغيير جديد، الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث على مراحل عمر الأمة، قال نبوة، ثم خلافة على منهاج نبوة، ثم ملك عاض، ثم حكم جبري 100 عام يستمر، ثم الأمة تدخل إلى طور جديد في معارك تطحن فيها العالم. مرابطون في بيت المقدس وكنف بيت المقدس وخير البط أسقلان، جند في الشام وجند في اليمن. هذا المخط تخوض الأمة. دور اليمني إنه يقدم المدد والدعم. العالم الغربي أعداءنا يقرأوا السنة أكثر مننا، وعلى هذا الأساس يطحن اليمني ويترك له بمخيلته إنه ما لكش أي قيمة. لا، التجار اليمنيين في كل بقاع الأرض منتشرين. رأس المال المجتمعي اليمني عظيم جدا، ولو توحد تحت ضغط واحد، لو بضغط واحد بيأثر بالعالم، بيحكم العالم. إذا كان اليهود قليلة جدا اجتمعت بعض الأسر التجارية وصنعت ما يسمى بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يحكم أمريكا، تتحكم بأكبر دولة في العالم، فما لك لما يتحرك اليمني بعقل سياسي اقتصادي سليم؟ والله سنحكم العالم. فلما تيجي تقول لي السعودية ما لهاش دخل، لا يا صديقي، المنطق يقول إنه السعودية وكيل للمنظومة الدولية في المنطقة، ومن أهم أدوار الوكيل إنه عدم السماح بإحداث نهضة حقيقية في اليمن. إذا في نهضة نفس النموذج تسمح لي بس أرد عليك لحظة دكتور لحظة، بلال؟ دعني دعه يكمل. شكرا بلال، يعني لأنه الوقت أنا وقت اللايف. أيوة، عشان الوقت يعني عندك الوقت. تفضل، حق رد من حقك أخي خالد، تفضل. أي رد يعني سريع وبسيط جدا. يعني السعودية ليست وكيلة، السعودية هي مشرع حقيقي لسياسات موجودة وقائدة في الإقليم، ويعني يعترف العدو قبل الصديق بهذا الدور. الدول الوظيفية معروفة يا دكتور بلال، يعني شرقا دويلة قطر وتوظف لمشاريع الغرب، وغربا كان معمر القذافي كما قلت، والآن تسنم الدور تبون الجزائري، النظام الجزائري. لا تحكي لها يا أخي خالد بن علي من لا هذا الواقع. يعني احنا يعني لما تقول انا هذه الافكار يا دكتور بلال هذه كانت سابقا، انا معك. كان اليمني من حقه يقول السعودية تستقل قبل 40 عام، لكن الآن تغيرت كل هذه الأشياء وتحولت. نريد تنمية اقتصادية في الوطن العربي كامل، هذا مشروعنا والله، مشروع تنمية وبناء. ولكن إشكالية يا دكتور بلال، إشكالية كبيرة جدا في الشعوب والأحزاب. الأحزاب التي تتعلق بشعارات إسلامية، والشعوب التي تتعلق بقيادات واهية، ويعني فهذه. أما الدور السعودي فهو دور، أنا أعتقد ولا أدافع بما أني سعودي، هو دور محاولته بناء وليس هدم لكل المحيط العربي. الله يحفظكم. شكرا أخي خالد، سأخذ المكان إذا سمحت لي، لأنه وقت اللايف انتهى، باقي أخذ بعض الإخوة الذين طالبين القسط. شكرا أخي خالد. هذا الحساب يا أخي خالد والحاضرين كلكم، هذا حساب خاص بالشأن اليمني، حساب اسعد الشرعي بالعصبة اليمنية، هذا حساب اشتركوا فيه للمهتم بالشأن اليمني سواء في كل مكان، لكن الأولوية لليمني. الأخ اليمني الذي هنا وما قد اشترك شيء اشترك في هذا الحساب. سنناقش، لدينا ضيوف بحجم الأستاذ بلال إن شاء الله سنستضيفهم. واصل عبادي سيكون معي غدا أو بعد غد إن شاء الله، وكثير من الإخوة السياسيين الذين بدأوا يتجرؤوا يظهروا معنا سابقا ما كانوا يقدروا. شكرا لك أخي خالد. إذا تريد تعلق أخي بلال ثم نأخذ الجنتل. الأخ خالد كلامه صحيح 100%، بخصوص أنه السعودية الآن دولة ذات أثر إقليمي، ومكلف من ضمن المهام الحديثة بناء تنمية اقتصادية وفق الرؤية الصهيونية. ولذلك لم تدخل شركة كيتو لتتحكم في القرار الاقتصادي اليمني إلا بهذا الإطار. شركة كيتو التي تتحكم في البنك المركزي وفي وزارة المالية هي شركة صهيونية، ومهمتها تحقيق تنمية اقتصادية وفق المنظور الصهيوني. يعني يكون إخواننا في غزة يقتلوا وأنا جالس أعيش هيئات الترفيه. تنمية بعيدة عن العقيدة، هذا النموذج مسموح، لكن لا نريد هذا النموذج. أموت من الجوع وأظل متمسك بعقيدتي، ولا أبني ناطحات السحاب وأنا بلا عقيدة في الدور 100. شكرا. الجنتل تفضل.
شكرا أستاذ أسعد، وشكرا أستاذ بلال، وأسعد الله الموجودين جميعا. طيب أنا أبدأ من حيث انتهى الأخ بلال. ما دام أنك يا أستاذ بلال تقول أنه أنصار الله أو حكومة صنعاء هي الحكومة الوحيدة التي وقفت مع غزة، وهي التي ضحت بالغالي والرخيص، وأنت تعلم لو أرادوا اليوم أن يحكموا اليمن إمكانهم باتفاق واحد مع دولة الكيان يطبعوا بشكل علني أو غير علني وحكموا اليمن، وستتم رفع العقوبات عنهم ويحكمون اليمن لا تتفق بهذا الشأن، وسيحكم اليمن كامل. والشرعية هي مجرد دمى بأيدي خارجي باعترافك أنت تقول دمى بأيدي خارجي، بينما حكومة صنعاء هي الحكومة التي تحكم من ذاتها من رأسها، وإن كان لها تعاون مع دولة إيران فهذا التعاون يتم بين الدول كاملة. إذن يا أستاذ بلال من لسانك أنت تقول أنهم دماء بأيدي الخارج. الحوثي أو حكومة أنصار الله لو أرادت فعلا أن تحكم اليمن كما يقال فقط هي وحدها تتفق اليوم عن وقف، تمتنع عن قصف السفن في البحر الأحمر ويتفقوا وخلاص، ومن قبلها تستطيع أن تكون أداة بيد الخليج بيد الإمارات والسعودية ويحالفوه وتصبح لا كأن في حرب وستنتهي الشرعية. فهل اليوم الحرب على السؤال الجزء الثاني أستاذنك يعني يكون السؤال من شقين. اليوم هل ما نسمعه في البثوث هو مجرد حرب طائفية؟ أنا أسمع اليوم أنه كل المشكلة معهم حكومة صنعاء ناجحة بمقاييس الحكومات الموجودة في اليمن، هي الحكومة الناجحة الوحيدة بين الحكومات الموجودة في اليمن. فهل الآن هي المشكلة عقائدية أو طائفية؟ وهل هذه الطائفية ستصبح موجودة في اليمن؟ وهل يتم ترويج لها من مشاهير؟ شكرا أستاذي. شكرا. السؤال الأول خطير يا أخي بلال. باستطاعة الحوثي أن يبرم صفقة وينصب غربيا ويوقف هذا المشاكسات التي يفعلها في البحر الأحمر، ما الذي يمنعه من ذلك؟ ولذلك أنا تكلمت في بداية البث إنه الحوثي تمرد، والتمرد له دافعين. إنه الإرادة الأمريكية قررت التخلص من القاعدة الرمز كمحورية من أجل أن تسهل السيطرة على الحركة، أي عبد الملك الحوثي في قرار تصفيته، وتصبح الحركة ذات رؤوس متعددة يسهل السيطرة عليها من عدة وكلاء. فكان قرار بقاء وضمان حياة عبد الملك الحوثي مرتهن، وهذا تدبير مشيئة الله بدخوله في خط المقاومة بكل قوة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تحدثنا أنه الآن هذا الخط عبارة عن تمرد، وبيتم الضغط على الحوثي حتى يخضع عن هذا التمرد. السؤال الثاني في حال يعني النموذج اللي تقدمه حكومة صنعاء وكذا إلى آخره، هل بنقضي على الحوثي لما نشعل الحرب الطائفية؟ أنا أقول بنقضي على الحوثي لما نحمل سلاحنا تحت ظلال عقيدة شرعية سليمة، مش تحت ظلال شرعية أيدروس ورشاد العليمي وطارق عفاش، والله ضم مش يصرحنش الحوبان. شكرا لك. ياسين تفضل يا ياسين. ابن اليمن ابن اليمن ابن اليمن ابن الجرادي عفوا ابن الجرادي. اللي بعده الأخ فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. مرحبا. أولا نشكركم على الاستضافة ونشكر الأستاذ سعد والأستاذ بلال، حياكم الله. وقف الميكروفون لأن الصوت بيطلع كذا إزعاج. أيوة كمل. طبعا أنا أستاذي الأستاذ بلال، هل يعني أنا أسأله سؤال أقول له هل من الممكن أن تسبر اليمن هل إذا رحلت الدول الخارجية عن اليمن هل ممكن إن في الأيام القادمة تسبر اليمن أم من الداخل؟ أنا أعتبر إنه من الداخل الوضع بيسبر من الداخل. إذا قدك سألت يا أخي لماذا تجيب؟ يعني إذا ستسأل دعه هو يجيب، أما تسأل وتجيب أنت ما يصلح. أيوة هذا السؤال الأول. أيوة. السؤال الثاني بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن، هو يقول أن الوضع الاقتصادي غير ممكن في اليمن، سيء جدا من ناحية الشرعية أو من ناحية أنصار الله. فلذلك أنه ممكن مع الأيام هذه الأمور أو المسؤولين هذا ممكن إنها خلال أيام فترة بسيطة نقص الصرف إلى
مسافة قصوى. يعني هل تظن أن التلاعب خارجيا أو داخليا؟ صافي. هذه سؤاله هل مشكلتنا في الداخل في أنفسنا أم جاية من الخارج؟ هو سؤال مكرر للأمانة، مكرر. أنت تقريبا أجبت عليه وسبق وأن قلت، لكن ضيف عبارة في هذا الإطار. القاعدة الشرعية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الخارج يؤثر وهو سبب تأثير رئيسي، لكن إذا سمح له من الداخل في التأثير، ومن أجل القضاء على تأثير الخارج ينبغي أن يكون معكم ممانعة في الداخل. بالنسبة للشق الثاني موضوع الصرف والاقتصاد، أنا في معي مقطع كامل سبب نزول سعر الصرف، أتمنى تطلع عليه. زريقي. شكرا يا بلال. ابن الورد، أيمن الورد تفضل، ثم أنا أخذ شوقي آخر واحد، وبعدين أقول لكم حاجة لا تروحوا عشان عاد نشتي أقول لكم حاجة أيها المتابعون الأجلاء. أيمن. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك أستاذ سعد؟ مرحبا أخي الكريم، أهلا. إن شاء الله كويسين. أهلا والله في وسهلا. عندي سؤالين بس إذا أمكن. السؤال الأول بالنسبة لموضوع الشرعية وما يدور حولها والحوثي وما يفعله. طيب إحنا الآن إذا قعدنا نقدح في الشرعية هذه ليل نهار، كيف إذا خلصنا من الشرعية هذه أو إذا ضاعت هذه الشرعية ذهبت في مهب الريح، ما البديل؟ كيف بيكون لنا توازن في الأرض داخل اليمن؟ وهل بنسلم البلد كاملة للميليشيات وإحنا نقدح في الشرعية ليل نهار ونقول إنهم ما ينفعوش؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف ننتقد الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء بن بريك الحالي والذي يفعل جهده هذه الأيام، وشفتم القرارات الكبيرة اللي نشرها والذي يعني بسببها بيقدم استقالته إذا ما تمش تنفيذها، في وقت أنه في بعض الأصوات مثل صوت الأخ بلال غنام يقول أنه عميل لشركة كيتو وأن شركة كيتو هذه هي من تدير الوضع المالي داخل اليمن. هل في تحليل منطقي أكثر من كذا؟ إذا أمكن تحياتي. شكرا. السؤال الأول أعتقد أنه مكرر، هو العدمية. أنت لا ترى أحد، والمفترض أنك تتشبث بالشرعية بكل عيوبها، هكذا كأنه يقول هكذا الأخ. وعلق على قرارات بن بريك الأخيرة. قرارات بن بريك، أنا المقطع واضح سبب نزول سعر الصرف. اللي يرى التصرفات الآن متحررة من الضغوط حق الوصي، فيعطي للشخصية قدرة على الممارسة والمناورة بعيدا عن الوصي، لا يحلل المشهد بطريقة سليمة. مثلا لما طلع بن بالدغرة مرات بس قيل على السعودية قالوا أديوة رمزي محروس على مستوى محافظين، ما بالك على مستوى رئيس وزراء. الشجاعة اللي هو الآن فيها ليست منه لذاته، بل ضمن إطار مخطط وتوجيهات شركة كيتو شرحتوها في مقطع متكامل. الحقيقة المرة إنه الآن الشعب اليمني تحت الاحتلال الصهيوني اقتصاديا، والزرزرة اللي حاصل الآن ليست من أجل رفاهية الشعب اليمني، بل من أجل التضييق على قنوات المصادر المالية لأي فعل سياسي بين قوسين إسلامي، ولأجل التضييق على دعم المجاهدين في غزة، ولأمور أخرى كثيرة جدا ليس فيها ولا منها أبدا خدمة الشعب اليمني. وإذا كان الفكرة أنه يطلع رئيس وزراء يقدر يتخذ هذه القرارات، بالإمكان أنه التحالف ما دام أنه توجه يقيله اليوم الثاني انتهى الموضوع. يعني أنت الآن شي تقول لي أنه هذا الآن رشحناه ولا كان سلطته من الشرعية؟ يا رجل المجلس الرئاسي بكله قام الشعب من النوم، حصل المجلس الرئاسي كان معنا واحد اصلاع اسمه هادي يحكم من هنا، قمنا من النوم رجعوا لنا 8 اتكاثر، حصل له عمليه تكاثر ما احناش فاهمين. فاسالك الان انت، هل انت اللي اخترت هذا رئيس الوزراء او المجلس الرئاسي او الحكومه هذه؟ هل الشعب له دخل بالامر؟ لا يا اخي، الوصي هو اللي يحدد، والوصي ما يرفعش راسه، السعوديه ما ترفعش راسه على سقف الامريكي. فما ما نغالطش انفسنا وما نعيش بالوهم. الان اللي حاصل تخدير مؤقت هدفه ضرب الشركات اليمنيه الكبرى، العائلات اليمنيه الكبرى ستطحن لانه دور انتهى. وهذه الشركات مشكلته الاسر الكبيره، مشكلته ان ما زالت تحمل نفس اسلامي. هم يشتوا الان شركات بلا نفس اسلامي، نفس الشركات اللي في دبي وابو ظبي. والموضوع كبير جدا. يعني انا اتمنى انه الشعب اليمني ما يخش الامور بهذه البساطه. لو التحالف يريد، لو التحالف نقطه اخيره، لو التحالف يريد فعلا
خدمة الشعب اليمني، فاتورة فد البنك المركزي ب4 مليار دولار بدل ما يروحوا يرقم بها السيسي ياكلهم. شكرا لك أخي بلال. ويعني أؤكد أن الذين لم يشتركوا في هذا الحساب الخاص بالشأن اليمني يعملوا متابعة حتى تكون تصلهم الإشعارات باللايفات. لدينا لايفات إن شاء الله في الشأن اليمني والإقليمي مهمة جدا. اشتركوا. ونعتذر من الكميات الكبيرة من الطلبات للحديث، لكن والله وقت اللايف قد أوجز، وبقي معي هذين الشخصين الأخ شوقي والرائد علي. ولكن لنا بلال إن شاء الله ما راح يحرمنا، كل ما دعينا بيجي بإذن الله، بيجي نكمل معه، نعمل معه جزء ثاني. ولدينا كما قلنا لكم لقاءات كثيرة ولايفات. نحاول أن نؤسس لمنصة يمنية كذا محترمة. أنا أشكركم اليوم، نقاشكم جميل ورائع. حتى الأخ السعودي خالد طلع ناقش بطريقة محترمة. والله فاليوم أنا أعتبره لايف نوعي. والله في أشياء كثيرة فيها كبيرة يعني المفروض تخضع للنقاش. الأخ بلال قال كلام كبير قد يعني بعض الناس لم يستوعبه، وبعض الناس سيقول هذا مجنون. هذا والله ربما قد توصف بالجنون، أو توصف بأنك مش طبيعي، أو يوصف بأنك مسكون بنظرية المؤامرة وشيء من هذا القبيل. لكن كلنا نتناقش في هذا الأمر. فأنا أعتذر من الإخوة الذي طالبين الحديث. مرحبا بكم في لايفات أخرى كلكم. عدد محترم من الطلبات طالبين، وأنا سعيد جدا بهذا التفاعل والقوة التي في هذا اللايف الجميل والرائع. وإن شاء الله لنا لقاءات، بس أنتوا اعملوا اشتراك واعملوا متابعة لهذا الحساب الخاص بالشأن اليمني. الأخ شوقي تفضل، ثم الأخ الرائد نختم معه. تفضل يا شوقي. شكرا لك استاذ سعد والاستاذ بلال. الجميل انه الاستاذ سعد رجع لحوله كما قال ايوب طارش، رجع لحولك. ذهب للمغرب وتونس والجزائر ومنها عاد الى الشان اليمني، وهذا الشيء جميل. انا بالنسبه لي طرحك يعجبني، اسلوبك في الحوار، طريقه طرحك للمواضيع شيء جميل، انك ترجع للشان اليمني. والشان اليمني يحتاج للكثير من الشخصيات اللي موجودين في السوشيال ميديا واللي بيهتموا بقضايا الناس اكثر من القضايا الوطنيه، وانت لك صولات وجولات في القضيه اليمنيه. عندي 3 اسئله بشكل سريع، ولانه انتقدك بتسكر اللايف. السؤال الاول هو هل بلال غنام يعتبر مشروع الحوثي مشروع سياسي او مشروع ديني؟ السؤال الثاني، الاخ بلال تكلم في موضوع مهم امس، وقال ان في قوة صاعدة جديدة وهي القوات التابعة للشيخ حمود سعيد المخلافي بين قوسين. هل القوات هذه شرعية، ومن وين تتلقى دعمها بالأساس؟ لأنه كل القوة اليوم لديها دعم، والشيخ حمود تقريبا له توجه آخر من قطر أو من تركيا، وهذا الدعم يعتبر خيانة زيه زي الأشخاص اللي يستلمون من الإمارات واللي يستلمون من السعودية. فكل القوات العسكرية اللي موجودة على الساحة اليمنية اليوم كل قوة تدعم من طرف. فهل نعتبر القوات التي تدعم من طارق خاينة، والقوات التي تدعم من قطر أو تركيا مؤمنة بالمشروع الوطني؟ السؤال الثالث، المشروع اللي يتحدث عنه بلال غنام، وهو مشروع الشركة الصهيونية الجي 2 والتي 2 والكلام هذا. الشعب اليمني ما يستوعبش الفكرة هذه. يعني ممكن توضح لنا، ممكن سندات الأشياء اللي تكلم فيها، ممكن وثائق موجودة معك أنت تعلم فيها، والكثير من اليمنيين السياسيين والصحفيين والمحللين مش فاهمين إلا بلال غنام فاهم إنه في شركة تتدخل بالنظام المالي اليمني. تفضل. والله يا أخي أنها أسئلة نوعية. كيتو هذا حتى أنا لا أعلم عنها شيء. كيتو، ما رأيك تبدأ بكيتو يا دكتور معاذ؟ تعطينا كذا نبذة مختصرة، لا تطولش لأنه الوقت ضاق. في شركة صهيونية مهمتها تحليل المنظومة المالية في دولة ما من أجل اتخاذ قرارات، حتى صرف الاعتماد الخارجي لأي شركة في اليمن. إذا أنا اشتري حاجة من الخارج ضروري دي الشركة توافق عليها. طيب هذه الشركة من فين جبت هذه المعلومة أن قد هي مسيطرة وقد هي طرف ثالث؟ من لسان المعبقي في بث مباشر موجود. من لسان من؟ المعبقي نفسه. من هو المعبقي؟ مدير البنك المركزي. قال هكذا؟ ايوه، يتكلم على طرف ثالث انه اجتمع مع شركه كيتو، مفرح بالامر، مش عارف اساسا خلفيات شركه كيتو في العراق، في مصرف الرافدين، او في لبنان، او الجرائم اللي ارتكبتها في بلدان اخرى. ما عندوش فكره ابدا، ولذلك طيب. مفرح شايف نفسه. واذا شباب يعني اذا احنا الان ما نشوفش المقابلات اللي قد هو يتكلم بنفسه يتكلم انه في طرف ثالث ما بين الماليه والبنك المركزي والشركه كيتو الى اخره، يعني ايش ازيد اعمل لكم؟ يعني الاعتراف سيد الادله، ايش يزيد؟ احلف لك يمين يا شكرا. رجل.
شكرا لك، شكرا أخي السؤال بلال. الثاني السؤال يقول الثاني لك السؤال الثاني، تتحدث عن قوة صاعدة وحصرتها بالمخلافي، من أين الدعم ولماذا تراهن على هذه القوة الوحيدة كما تصفها؟ لم أراهن عليها ولم أحصر فيها ولا أشيطنها. أنا أتكلم إنه كان لافتة اسم المقاومة الشعبية، كانت مقاومة شعبية. هذا الشيخ حمود مش يدعون من أحد، قعدوا مديون بالروضة، على مديونة كان هذيك الأيام 100,000 دولار مش قادر يسددها، لو رجع دولة كان بيحبس بسببه. ايش مديون؟ صلى على النبي، الرجل رجل اعمال كبير الان. الآن لا نزايد على تاريخ الرجل. أنا وهم أنا مرتاح للشيخ حمود، لكن الحق أحق أن يتبع. الراجل ضحى وقاتل وناضل وكافح ببداية الأحداث، كان ما فيش معه شيء، كان يمثل حاضنة للمقاومة الشعبية في مدينة تعز، وما خرجش إلا إنه من أجل إنه يحل قضية الجرحى، وإنه من أجل يوفر تمويل للمقاومة، لأنه كان كل ما يتحرك الناس اللي بيدهم الفلوس المرتبطين بالأحزاب يرفضوا إنه يدعموه، لكن بالأخير ضغط عليه وخرج. فأنا أمس باللايف أتكلم إنه في من ضمن الأدوات الغير الرسمية في المقاومة الشعبية نموذج مثلا، وإنه ممكن هنا مش حصرا ممكن تتوفر أي أداة، وتكلمت في بداية البث إنه إذا تحررنا من الانتماء للأدوات الوظيفية وخلق وعي بنستطيع نصنع أدوات، والأدوات الصادقة المرتبطة بهدف واحد وغاية واحدة ستتكامل فيما بينها، لن تتناحر. لكن لما تكون الأداة مرتبطة بكفيل وأداة أخرى مرتبطة بكفيل والكفلاء متناقضين سيتم الصراع. نعم، أشكرك وأتمنى أن حاول الأخيرة. يقول لك الحوثي مشروع ديني عقائدي ولا مجرد سياسي كما تصفه أنت، ومجرد واحد بيتعامل مع الأمريكان واليهود؟ أداة وظيفية مرتبطة بالمربط الصفوي المرتبط بالمنظومة الدولية، ويعمل بكل القطاعات من ضمنها القطاع البعد الديني والبعد السياسي والاقتصادي وغيره. شكرا لكن لك. هو يعتمد على مشروعه كرافعة أساسية دينية. شكرا. أنوه قبل أن أعطي الأخ المتحدث الأخير أو السائل الأخير على أن هذا اللايف منقول على قناتي في الوعي اليمني على اليوتيوب. من أراد، أنا شخصيا سأعيد المشاهدة. الأخ بلال قال كلام كبير، قسم بالله أرجع أشوف أدقق على كل كلمة قالها ونطرحها عليه مرة ثانية، وأناقشه أنا في لايف آخر عن بعض الأمور التي أكيد أنها فاتتني. أنا شخصيا سأعود إلى هذا اللايف وسأشاهده كاملا. الذي يريد أن يعيد المشاهدة أو يقص مداخلته ويعاد نشرها، الوعي اليمني أسعد الشرعي، بيطلع لك القناة وتراه هناك ما ترى. تفضل يا أخينا الأخير الرائد علي الشجني، تفضل. افتح الميكروفون، افتح الميكروفون. عندي المايك. السلام تفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير. طبعا أرحب بالأستاذ سعد الشرعي وكذلك بالأستاذ بلال. طبعا يا أستاذ بلال، أنت أول شيء تعرف أن الشعب اليمني ما هوش كله متعلم، شعب جاهل. لو ما كانش جاهل ما اتبع الحوثي وما سار مع الحوثي وما تجند مع الحوثي يا وما علي، نزل أستاذ علي، أستاذ علي. نعم أستاذ علي، نعم معك. ابتعد من كلمة شعب أرجوك، يعني استخدم مجتمع أحسن. لا أنا أتكلم أنه بالعامية علشان يفهمون. الشعب اليمني على قد حاله يفهم. اسمعني، هذه تضر اللايف. يعني في الخوارزميات يعتبروك تستهدف شعبا وتصف شعبا بأوصاف. أيوة، هذه على العموم أعتذر. المجتمع يا أستاذ بلال، المجتمع ما هوش كله متعلم. البعض متعلم والبعض جاهل، والبعض حتى وإن كان متعلم ويحمل شهادات جامعية إلا أنه مندفع وجاهل في الحقيقة. فلذلك أنت لما تقدم هذه الرسائل ما بيفهموهاش. والله أخي أنا والله أنا معك يا علي. هذا ما قاله اليوم الأخ بلال أنا متأكد 70% لن يستوعبوا شيئا. ما حد حيستوعب. فلذلك كنت على قد عقولهم، على قد فهمهم. هذه قوية يا أخي بلال. يا أخي خاطبنا بما نعقل. والله أنني مع الأخ هذا والله العظيم. أيوة، كمل. يا أخ بلال، أيوة. الله، أنا إنسان في الجبهة 9 سنوات، وإنسان ضحيت بشبابي، تركت التعليم والتحقت بالجبهات للدفاع عن وطني. طيب أنا ذا الحين عميل لأمريكا وعميل لإسرائيل. كيف عميل؟ أنا عندي هدف. ما دخلني. أنا لا يمثلني رشاد العليمي ولا يمثلني طارق ولا يمثلني
ايا كان غير انهم موظفين لدى الشرعيه، هم موظفين احترمهم واقدمهم كقياده، ولكن انا عندي مبادئ، عندي هدف تحرير وطني، فلا تجيش تهاجمني باننا عميل واننا ما تحت الخدمه الايرانيه الاسرائيليه. هذا قاعد تحرف البوصله، قاعد تخلي الذي في صنعاء يجملوا ويقولوا شفتوا هذا منهم فيهم، وقاعد يتكلم عليهم. هذا واحده. ثاني شيء موضوع الصرف، هبوط الصرف انا ما يهمنيش، حتى لو كان مع اليهودي نفسه، حتى لو كان مع ابليس، اهم شيء ان الصرف نزل علشان المواطن اليمني يعتاش ياكل بس. وبعدها لما تعود الدوله وتعود الدستور والنظام والقانون نرجع نشارعهم ونطالبهم للمحاكمه. شكرا انا قد شكرا عقولنا يا اخي، كل وصل لنا الفكره على قد شكرا عقولنا. يا شكرا يا اخي الرائد، شكرا يا اخي الرائد، وصلتنا. تحياتي ما لكم أخذت. جميعا. شكرا لك، ونراكم ان شاء الله يا اخوان الكرام. والله اني اعجبتني مداخلاتكم اخواني اليمنيين، ترفعوا الراس للامانه. الله يحفظكم. ان شاء الله نفتح لايفات ونطلع اكبر عدد ممكن. اخي بلال، هذه ملاحظه دقيقه جدا، انا استحيت اقولها، الامانه استحيت انني اقولها، ان ما تقوله للاسف انت كانها صيحه في ناد وفي واد او نفخه في رماد. الشريحه التي ستستوعبك ضعيفه جدا جدا من اليمن. هذه واحده. والثانيه يقول لك هذا واحد من الشرعيه يقاتل، انت تقصيه، انت تشوهه باعتبار انك تصف الشرعيه التي هو ينضوي اليها صهيونيه. اذا انت تصف هؤلاء المقاتلين الاشاوس الذين في الجبهات بانهم في نفس المربع. ما جبر بخاطره، الله يجبر بخاطرك عشان نختم. أولا قال الشعب اليمني جاهل، الشعب اليمني ليس بجاهل، لكن من منطلقه يقول يكفي أن تخدم أعداءك بجهلك. فأنا إيش مشكلتي لما الآن أنت تقاتل تحت أداة وظيفية، وأنا أجي أقول لك إنه هذه أداة وظيفية خادمة للمنظومة الدولية ما بتخرجكش للطريق. الاستمرار في تقديم التضحيات تحت سقف شرعية لا شريعة لن يوصلك إلى نتيجة. شي تستمر. ما هو ذو محمود عباس في فلسطين يقاتلوا من زمان، وشوف لوين وصل حالهم. إنك تراجع حساباتك وإنك تسأل من الله الهداية خير لك من أن تستمر فيما لا طائل فيه ولا فائدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما قلتش إنه الجندي اللي لا يمتلك الدراية والوعي عميل، ما قلتش هذا الكلام، لا تقوينا ما لم أقل، وما لمعتش الحوثي إنه جيد، لا تقوينا ما لم أقل. فنحن ضد الحوثي كما أننا ضد الأدوات التي لن تقضي على الحوثي، لأنها أدوات لا تمتلك القرار ولا السيادة. فمستحيل واحد تقول إنه بيقضي على الحوثي قرار من يده. يا رجل أنتم تخالفوا قواعد المنطق، قواعد العقل السليم. يعني بالله عليك بتنتصر على الحوثي وقرارك مش بيدك؟ قرار الحرب والكر والفر مش بيدك؟ أنا لو سألتك سؤال، أنت كنت بالجبهة، من اللي رقدك 7 سنوات في الجبهة ما تقدمش ضد الحوثي؟ أنت 7 سنوات في الجبهة راقد. أنا كنت في الجبهة 2015 2016 لما تدخل التحالف أصبح قرار الجبهات في يد العمليات المشتركة، سيبت الجبهة لأنه قراري مش بيدي. أنا أستنزف في معركة استنزاف. افتح كتاب فن الحرب لسان زو، شوف إيش قواعد الممارسة العسكرية الأساسية. فمعليش إحنا الآن ندفع بشكل قوي جدا، وهذا اللي يخلينا أتخاطب، لأنه أنا انتظر نخبة توعي الناس، نخبة توسط الخطاب من أعلى إلى متوسط إلى أدنى. لما أجد 7 سنوات والشعب معجين، ونوصل لمرحلة إنه يقول لك أنا مش مهم إنه الحركة الصهيونية تتحكم في الاقتصاد اليمني وتخلي الشعب اليمني يدخل في ربا أو حرب مع الله، أهم شيء إنه السعر الصرف ينزل. هذا كلام كفر، هذا مش منطق. يهمك فقط إنه ينزل سعر الصرف. أنت الآن تبيع عقيدتك. شركة كيتو الآن تفرض الربا فرض على الشعب اليمني، بل مدير رئيس البنك المركزي بلسانه يتكلم، شوف كيف طرحوا لنا الموقف محرج، والله أحرقونا. يقول لك مشكلتي هنا مع الحوثي إنه رفض إنه يخضع للفوائد الربوية. شوف كيف يسوقوا للحوثي. فهنا أخي العزيز، الحقيقة المرة خير 1000 مرة من الوهم المريح.
اخرجوا من الوهم المريح. إن اعتمدنا على الله وتجردنا مما سواه بيهيئ الله ظروف، بيهيئ الله قائد يخرج للسطح يقود. لكن إذا تشوف إنه نجات إحنا إنه ضروري نكون بحضن السعودية، بحضن التحالف العبري، ترضى عنا أمريكا وإلى آخره، الله بيكل إحنا إلى أنفسنا. استمروا إن شاء الله تخرجوا له طريق، استمروا، خلوا المجلس الرئاسي في حضن السعودية والإمارات، وإن شاء الله تخرجوا له طريق. ما من مانع عشان ندعي لكم، لكن المنطق العقلي يقول لا. المنطق العقلي يقول المنظومة الدولية تريد من الشعب اليمني أن يستمر الاقتتال فيه. هي تدعم الحوثي بطرف، تدعمكم بطرف. هي تدعمكم من فوق الطاولة بالفتات، وتدعم الحوثي من تحت الطاولة بكل شيء يحتاج له على أساس يقتات. فصمتنا كثير. ليش نتكلم يا أخ أسعد الشرعي بكل قوة بكل جرأة؟ على أساس نموت فارغين، مت فارغا. إذا قدر الله وقيل حرس بلا لكم قلت اللي عندي، وبعدين مهمة أسعد الشرعي وبقية الشباب يفصلوا. والله يمكن يقرأ راسي قبلك. شكرا لك أخي بلال، أعطيتنا وقت طويل، والله ما أنني للحديث بقية، لم ينتهي الحديث معك صراحة، وأنا سأكون على تواصل معك حتى ننسق للايفات أخرى بإذن الله حسب ما يسمح الوقت بإذن الله. ضروري أنت تتواجد وبقوة، واعتبرك ضيف شريك دائما في اللايفات. هذا أنا أتمنى أنك ما تخذلني. سنتواصل عبر الواتساب بإذن الله. شكرا لك أخي بلال، تستطيع الانصراف الآن، وأنا سمعت الأذان. تقبل الله، ادعي لنا. عندكم تقريبا مغرب صح؟ مغرب صح؟ مغرب عندكم ولا عصر؟ عصر. عندكم العصر وعندنا الظهر. إلى اللقاء أخي بلال، تحياتي لك، في أمان الله. وأنتم أيها الكرام، أنا ممكن أنزل أخي بلال. أيوة. يا ليلى كيف شفتوا اللايف؟ يلا قولوا لي أنتم كيف شفتوا اللايف. أنا سأضيف 10 دقائق بس تقولوا لي في التعليقات كيف رأيتم اللايف اليوم. والله لايف اليوم نوعي، لايف مهم، لايف يعني للتاريخ. هذا ممكن الواحد يرجع له يتثقف منه. والله أنه قال كلام خطير، والله العظيم يا جماعة. عنده بعد نظر. ربما ناس سيختلفون معه أو يتفقون معه، لكن يبقى الرجل هذا بيستشرف، بيشخص المرض بأبعاده الخطيرة. صراحة والله أنني شعرت أنني شوشع أمامه، شعرت أنني شوشع، وقسما بالله أنني فكرت أنني واحد تلميذ بليد أمام الأخ بلال. سنستضيف بلال أكثر من مرة بإذن الله، ولدي شخصيات ستعجبكم. وعليكم أنتم أيضا عبر الخاص أن تشيروا علي بأسماء يكونوا ضيوف للايفات، يعني يكونوا ضيوف رئيسيين، وأنتم كلكم ضيوف إن شاء الله. سنفتح لكم، كلكم تطلعوا، كلكم ستصعدوا وتتكلموا وكل حاجة. وهذا اللايف مدعوم من جميع محبي اليمن، ليس من اليمنيين فقط، محبي اليمن في شمال أفريقيا، في الجزائر، في المغرب، في تونس، في موريتانيا، كلهم يدعموا هذا اللايفات وهم معنا، وسيكونوا دعما لهذا اللايف الذي يعني يؤسس لمنصة يمنية ترقى إلى مستوى اليمن وإلى مستوى الناس الذين يتحدثون بإذن الله. تحياتي لكم، وأؤكد قبل أن ننصرف، الذي ما قد اشتركش في هذا الحساب يشترك. هذا الحساب خاص بالشأن اليمني، خاص بالشأن اليمني والإقليمي والعربي بشكل عام، بعيدا عن الشأن المغاربي الذي اعتدت عليه. وأي ملاحظات حطوها في الخاص، وأنا سأطلع على الخاص كاملا يعني بإذن الله. واللايف منشور عبر قناة الوعي اليمني. اكتب في اليوتيوب فقط هكذا، شوف أنا ممكن أكتب هكذا الوعي اليمني، بتطلع لك بهذا الحلة، الوعي اليمني تطلع لك هذه القناة. هاي هذا القناة الوعي اليمني، أبو اللوجو الأصفر، وبتشوف فيها هذا اللايف موجود. هذا اللايف هاو موجود، قدو موجود، هاو موجود هنا. وكل اللايفات موجودة كما ترون، فيها لايفات مهمة كل يوم، لايف كل يوم على ما يدار في اليمن إن شاء الله. تحياتي لكم. وأنا الآن سأنتقل إلى الشأن المغاربي، أكون معكم إن شاء الله بعد نصف ساعة مع الأمير عبد القادر الجزائري في الشأن المغاربي إن شاء الله في الحساب الآخر. استودعكم الله يا أهل اليمن،
نستودع الله اليمن وأهل اليمن وأهل صنعاء. الله يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. أراكم بعد نصف ساعة.